السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتونا والله كتير. كل سنة وانتم طيبين. طبعا ده كان موسم البلح. ده بلح سيوي اللي ما يعرفوش، اللي هو بيتخزن وبيتعمل منه عجوة او بيتشال كده في الفريزر. احنا هننقضه وهنكيس دلوقتي زي ما انتم شايفين. طبعا اللي هو كله اللي هو الاصفر ده طبعا مش هينفع ان احنا نخزنه، واللي هيتعمل عجوة بينشف الاول وهنسلق. هوريكم طريقته اللي هو ده. ده هينزل في فيديو تاني اللي هو في التشطيع الكبير، لكن اللي في البلاستيك الصغير ده نوزعه. واللي احنا مكيسينه ده شايفين ده اللي هو بيطلع على السطح يتنشر في الشمس ونعمله عجوة. طبعا زي ما قلت لكم كده. واللي احنا مكيسينه ده هنحطه في الفريزر. وده طبعا الاطباق المعبية دي غير في اطباق تانية كمان مصورتهاش، موزعينها لله يعني وكده، مطلعينها بما ان يعني ده موسم بلح وكده، فكل الناس تذوق زي بعضيها. ده هنحطه في الفريزر. وبرضو الكيسان اللي في الارض دول كان في راحوا لصاحب نصيبهم يعني. وطبعا هي دي كمية معانا، وفي بقى اطباق، في حلل واطباق تانية في هنا. ده طبعا هنشيله برضو في الفريزر، ده ما تصورش مع اللي راقد برا. طبعا فضينا الفريزر بتاعنا عشان نغسله يعني ونجهزه بقى علشان نحط فيه البلح على نظيف يعني. فظبطنا الفريزر وكده وحطينا فيه هنا كانت حماتي بترص هنا بقى كانت بترص في البلح اهي زي ما انتم شايفين كده. خلينا الناشف ده لوحده، واللي هو الطيب هتشوفوه معايا دلوقتي. في كمية جنبيها اهي في الطبق التاني الكبير ده اهي، اللي هو الطبق اللبني ده. وطبعا هنا بوريكم بقى بعد ما فضيناه، مش باقي بقى اللي اللي هو الطيب اللي هو في التشطية الكبيرة دي هنطلعه فوق. هنا كنا فضينا بقى كل حاجة ووزعناه. الاصفر ده ملهوش يعني هم بيبقى هنا. الفينو ده كان بتاع جودي جايبينه معانا واحنا جايين من بره، فحطها على البلح يعني وكده. فانا هنا كنت بقرب لكم الكاميرا بس علشان اوريكم. تعالوا بقى نشوف الفريزر بقى هنعمل فيه. هنا يا حبايب قلبي يعني فضينا الفريزر خالص من اللي فيه. طبعا ده فريزر صندوق. وهنا حماتي كانت مميلة فيه يعني موطية كده بتلم التلج منه. هنا بقى دي كمية البلح اللي هنحطها اللي هي الطيب، ودي الحاجات اللي كانت في الفريزر كلها هعبيها معاكم، ويعني هقول لكم هو اللي احنا حاطينه في الفريزر ده. هنا بقى خلاص بتعبي فيه. هنا بتعبي في البلح ودي الحاجات اللي كانت في الفريزر كلها زي ما انتوا شايفين كده. حطينا البلح كله اللي هو ده احنا ان شاء الله يعني باذن الله ان شاء الله يعني في رمضان اللي هو هنطلعه نبقى نفطر بيه. الاكياس كلها زي بعضيها، اللي هو يعني بلح مستوي، يعني البلح نص ونص. طبعا الكمية دي كده احنا شلناها برضو على جنب لوحديها في كيسة لوحديها. ويا حبايب قلبي اللي هو الكيسة اللي هي عبتها اللي هي ناشف شوية، هي بصراحة دي مش لينا يعني. احنا برضو اللي فيها النصيب، اللي فيه نصيب هياخد كيس في الشارع اول يوم في رمضان ان شاء الله، اللي هو الكيس التاني الصغير ده ماشي. وحطنا كيس برضو جنبيها صغيرة فيها اللي هو الطايب برضو. وباقي الفريزر هنا كده بقى هنحط بقى يا حبايب باقي الحاجات اللي كنا مفرزينها. وخلاص بقى خلصنا والله. كان في الوقت ده كانت الساعة 2 يعني. ما حبتش اللي هي تجيب البلح من الغيط وكده وتسيبه. عبناه كله زي ما انتوا شايفين، وخلصنا كل حاجة في نفس اليوم يعني. هنا شايفين الغطا اللي انا بوريهولكوا ده بتاع الفريزر من تحت، عشان لو في مية بتصفي تحت زي ما انا يعني بوريها لكم كده. هنا هي هتحط عليه الكيس الاول كبير، حاجة تخينة كده علشان مفيش اي حاجة تيجي من البلح خالص، ومغطينه كده زي ما انتوا شايفين. هنا بقى ده طبعا الاطباق اللي فيها الورق العنب اللي مفرزينه مع بعض على القناة. وبرضو هنا البامية.
الباميه زي ما انتم شايفين طبعا، وده برضو باميه، فهنفكه وهنعبيه كله على بعض. يبقى الجنب ده في باميه وورق عنب. هتفضي الكيس. ايه يا جودي استنى كده، هي فضت كده بقى هنا. وده برضو اللي هو الفلفل الالوان، برضو عاملينه على القناة، والله طلعت فكرته جميلة جدا، حلو. بطلع منه وبعمل منه كل اللي انا عايزاه بصراحة. هنا دي طبعا اكياس طماطم، يا بخت اللي عنده كيس طماطم يا جماعة. عايزه اقول لكم الاكياس دي خلصت والله. طبعا دي كده طماطم كنا حاطينها في الفريزر، وحاجات بقى تانية كتير بصراحة. وعاملين ملوخية، وفي اللي هو الكسكاس. طبعا ان شاء الله هوريهولكم على القناة عاملاه. والله هو فيديو على القناة بس لسه والله ما عملتلوش مونتاج، يعني ان شاء الله هنزله لكم واوريكم طريقته. دي طبعا شنط عيش عاملينه خابزينه. ودي ازايز تلج، يعني فيها اللي تبعنا، وفي استاد كرة جنبينا فبيجي ياخدوها يعني. بس فاحنا كده شايفين الفريزر بقى رايق ومرتب. الحمد لله. يا رب الفيديو يعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله.